السلام عليكم. أوحى الله إلى داود عليه الصلاة والسلام: يا داود، أنين المذنبين أحب إلي من صراخ العابدين. أنين المذنبين أحب إلي من صراخ العابدين. وقال الله تعالى في بعض كتبه المنزلة: وعزتي وجلالي لا يبكي عبد من خشيتي إلا أبدلته ضحكا في نور قدسي. قل للبكائين من خشيتي أبشروا، فإنكم أول من تنزل عليهم الرحمة إذا نزلت. قل للمذنبين من عبادي يجالس البكائين من خشيتي لعلي أن أصيبهم برحمتي إذا رحمت البكائين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين: قطرة دمع من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله. أما آن لك يا مسكين أن تقلع عن هواك؟ أما آن لك أن ترجع إلى باب مولاك؟ أنسيت ما خولك وأعطاك؟ أما خلقك فسواك؟ أما عطف عليك القلوب وبرزقه غذاك؟ أما ألهمك الإسلام وهداك؟ أما قربك بفضله وأدناك؟ فقابلت ذلك بالغفلة وارتكاب الشهوات والمبادرة بالخطايا والزلات، فنقضت عهده وعصيت أمره، ودمت على الإصرار وأطعت هواك وخالفت الجبار. ومع هذا الحرمان والبعد عن مولاك إن عدت إليه قبلك وارتضاك، وإن لزمت خدمته قربك وأدناك. رب هب لي المتاب حتى أتوب، واعف عني فقد عرتني الذنوب، وعلى دين أحمد فأمتني، وأحي قلبي في يوم تحيا القلوب. يا مداوي السقام داوي سقامي، يا إلهي إني عليك حسيب، واشف قلبي من الذي قد علاه، إن سقمي قد حار فيه الطبيب. يا مداوي العباد هب لي بقرب، حاش أن أرجوك ثم أخيب، وأقل عثرتي وجد لي بقرب، إن دائي بالقرب منك يطيب. تعست ليلة عصيتك فيها، قد تقضت وإثمها لي نصيب. ما احتيالي وقد عصيتك جهلا، كيف لا أستحيي وأنت الرقيب.